لا يتأخر. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. شوف، السراء والضراء، ما هو بس في الضراء وحدها ولا في السراء وحدها، السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اصبر أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة، حتى لو وقع، ترى الذاكر لله والمتصل بالله ليس معصوما، يقع كما يقع غيره، لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف، ما قال لم يذنبوا. فالمتصل بالله صفته أنه دائما مع الله من حين ما يخطئ. نبي الله يونس وقع، خرج من قومه قبل أن يستأذن من ربه، فالله سبحانه وتعالى عاقبه تلك العقوبة التي هي غريبة جدا من نوعها. لما ركب السفينة ثم رموه فالتقمه الحوت، مباشرة يونس أدرك مكمن الخطأ فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا يزيد عليها، فارتجت السماء، أهل السماء الملائكة يسمعون صوت من أعماق البحار يقولون: يا ربنا، عبد من عبيدك في قاع البحر يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا حصل؟ فاستجبنا له. الله. ماذا حصل؟ الحوت هذا كل آلاته وأجهزته تتوقف عن العمل، لا تهضم هذه المادة الموجودة داخلها، ثم يذهب هذا الحوت ويلقي يونس آمنا سالما معافى على شاطئ البحر. كيف هذا الأمر حصل؟ لأن يونس كان متصلا بالله، حصلت منه يعني عثرة، مباشرة اكتشف الخطأ أو العثرة، رفع الصوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الكون كله يستجيب لأمر الله عز وجل ويغير سننه، حتى يغير سننه. في حوت بالله عليك يمسك فريسة ويلتقمها ولا يسوي لها أي حاجة؟ ما فيه، بأمر الله عز وجل. لكن بأمر الله يتغير كل شيء ويصبح الحوت مثل الرحم الذي يلتقم الإنسان أو سبحان الله. طيب، من مظاهر صلة الإنسان بالله عز وجل تجده لا يفرط في شيء من الفرائض. فرائض يؤديها ويحرص عليها ويكملها، صلاته صومه زكاته وحجه، وهذا من أعظم الأشياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبعض الناس يظن أن الصلة بالله عبر النوافل، تلقاه الفريضة يصليها كيفما اتفق، لكن إذا قام في الليل خشع وبكى وكذا، لا يا عبد الله، أنت بهذه الطريقة أخللت بالترتيب الصحيح. والله لو اجتهدت في الفريضة فحسنتها وقومتها واستعددت لها لكان خيرا لك من 1000 نافلة تقوم بها بعدها. خلى النافلة تكون مكملة، ما في مشكلة، اجتهد في النافلة كما تجتهد في الفريضة، لكن إياك أن تعكس. بعض الناس تجده مثلا يعني يحرص على صيام الاثنين والخميس، وهذا شيء من الفضيلة يغبط عليه الإنسان، لكنك تجده في صيام رمضان مقصر، لا يبالي كيف يؤدي هذا الصيام ولا كيف يقوم به ولا كيف يحققه لله عز وجل. هذا خطأ ولا يليق بالإنسان. الخامس من علامات افتقار العبد أو صلته بالله كثرة استغفاره. يدري أنه مقصر في حق ربه، ويعلم أنه لا يؤدي حقوق الله على الوجه المطلوب، ولذلك تجده دائما يستغفر الله سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن نفسه؟ يقول: إنه لا يغان على قلبي. إيش معنى يغان؟ يغان يقولون الغين والرين هو الغشاء الذي يكون على القلب بسبب الغفلة أو الذنب، لكن الران أشد من الغان.
الغان غشاء رقيق جدا، يكون بسبب أن الإنسان انشغل بزوجة، انشغل بالدنيا، التفت قليلا. والرسول النبي صلى الله عليه بشر. وسلم والرسول بشر. نعم. نعم، الجانب البشري موجود فيه عليه الصلاة والسلام. يعوض هذه الالتفاتة اليسيرة أي نعم. ويرقعها وينظف قلبه عليه الصلاة والسلام. قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا أسأل نفسي وأسألك يا شيخ عبد الله وأسأل إخواني اللي يستمعون إلينا الآن، من منا يلاحظ ماذا يجري على قلبه فيستغفر الله من أجل جلاء هذا القلب الله المستعان. ويعني تنظيفه في اليوم والليلة مئات المرات؟ كلنا بحاجة والله يا شيخ. يعني لعلنا نقف على بعض الشيخ للمظاهر ومحاور أخرى، لكن بعد هذا الاستطلاع أيها الإخوة، فريق البرنامج يعد استطلاعا حول يعني محاور هذه الحلقة، نشاهده ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل. إذا أصابت الإنسان مصيبة أو ضائقة أو ما شابه ذلك يكثر من قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر، الحكمة، توكل على الله. ينبغي على المسلم وقت الشدائد والأزمات اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من كان مع الله كان الله معه. يكثر من الاستغفار والرجوع لله سبحانه وتعالى. الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة. الصبر والدعاء، الرجوع إلى العلماء، اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والصبر والصدقة. لابد أن يعرف الإنسان ويضع في قرارة نفسه ويؤمن بذلك إيمانا شديدا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يتحكم فيه وهو الذي يعرف رزقه وأجله، ولا بد ألا تطغى عليه الحياة المادية، ولكن إذا طغت هذه الحياة المادية يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وبالنوافل حتى يتجرد من هذه الحياة المادية. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون نخلع الدنيا عندما نخلع أحذيتنا عند دخولنا في الصلاة. في كل وقت يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كثرة الفتن، إذا كثرت عليه الفتن، إذا كثرت عليه المصائب، لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، بس أحيانا يكون وقت الشدة أكثر. يلجأ في كل وقت، ولكن عند الشدائد يكون أكثر الالتجاء لله وتفكر في خلق الله وفي عظمته ويستغفر الله في كل حال. كل ما ابتعد عن الإنسان عن الله سبحانه وتعالى أعرض عن ذكره ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا. كل ما زاد الضيق عند الإنسان، كل ما زاد الهم، كل ما زادت المشاكل، رجع الله سبحانه وتعالى ذكر. إذا كثرت عليه هموم الدنيا أو كثرت عليه الضغوطات أو كذا، فلا بد أن الإنسان يرجع لله في الأول وفي الأخير. وقت الأزمات والشدائد وبالرخاء وبالشدة في كل الأوقات، لكن الإنسان فطرته تحتم عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل في وقت الشدائد. إن في حاجة في وقت ضيق وحاجة ولا يفك الأزمات إلا الله سبحانه وتعالى. سمعته هذا يعني في أحلك الظروف إنه الإنسان يعني يرجع لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو القادر على أن يفرج عن الإنسان كربته ومشاكله. في الحديث القدسي واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتب الله لك. فإذا أيقن الإنسان بالله سبحانه وتعالى بالخير من عنده كل شيء لجأ إليه ويبشر بالخير إن شاء الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. متى تكون يطمئن قلب العبد؟ إذا كان مع الله سبحانه وتعالى، يرجع مع الله كل وقت مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الفارج للكربات في الأول وفي الأخير، لأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان في هذه الدنيا متقربا لوزير أو صاحب منصب أو صاحب جاه فيكتسب القوة من صاحب هذا المنصب أو الجاه ويقول أنا أعرف فلان وأتقرب إلى فلان، فكلما ازداد قربه من إنسان ذا منصب وذا جاه ازدادت ثقته في نفسه وكذا، فما بالك من يرتبط بالله عز وجل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون
سمع الذي يسمع به، ويده الذي يبطش بها، ورجله. فمن كان مع الله كان الله معه. الاطمئنان في القلب هو ما فيه اطمئنان الا بذكر الله سبحانه وتعالى. كل ما انشرح صدر الإنسان، كل ما زادت درجة السعادة عنده، كل ما انبسط، كل ما قلت المشاكل، كل ما حس بالراحة في نومه، في تعاملاته، في عمله، في كل شيء. فهذا لا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما كانت الضيقة، وكل ما كان الهم والغم والمشاكل والدين والأمور هذه كلها من الإرادة عندك الله سبحانه وتعالى. ما في شك التعلق بالله عز وجل من أسباب ارتفاع الإيمان. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا بد أن يأخذ بالأسباب المادية، ولكن هذه الأسباب المادية لا تؤدي إلى النجاح وحدها، فلا بد أن يعمل ما عليه، ولكن يعلم أن النتائج بيد الله عز وجل. فعلينا أن نعمل وليس علينا أن ندرك النجاح. فإذا جاء النجاح شكرنا وحمدنا، وإذا لم يجئ فقد عملنا ما علينا. لا، غير صحيح. نتوكل على الله بإذن الله تسهل الأمور كلها. لا تحقق المادة بدون عبادة لا تحقق الفوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا شك لأن من منح المادة للإنسان هو الله عز وجل، فإذا لم يستغلها في طاعة الله عز وجل سلبت منه. Thank you.